ما تيجي بقى نسيبنا من المكسوفة والمكشوفة والمدلعة والمتدحرجة واللي واقعة من بير السلم والحاجات الغريبة اللي بنسمعها اليومين دول يا جماعة. عايزة اقول لكم الحاجات دي كلها علشان تعملوها هتبقى مكلفة اكتر من هتشتروها من بره، صدقوني والله العظيم. يعني في تفاصيلها كتير، لكن احنا النهارده هنعمل حاجة من جوه مطبخنا. بجد هتجربوا الطريقة من كتر ما هي سهلة ومن كتر ما هي طعمة ومن كتر ما هي موفرة. هتدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم. اهم حاجة تنزلوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وهتفعلوا زر الجرس على الكل عشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. وتعالوا نشوف بقى الحاجة الحلوة السهلة العسل اللي احنا عملناها دي اسمها ايه. انا لغاية دلوقتي محتارة يا جماعة. بنتي الصغيرة سميتها السحاب، وبنتي الكبيرة سميتها خيال، وجوزي سماها بلحية وانا سميتها المحروقة. بس والله العظيم طعمها تحفة. هي بس الطبقة اللي فوق ديت بيبقى لونها كده لانها مكرملة في ذات نفسها، يعني هي مكرملة نفسها من نفسها. والله العظيم انا ما دقت حاجة حلوة خفيفة وبتحس انها بتديني نشاط كده وحيوية زي الحاجة الحلوة دي. بصوا، طرية طراوة وخفيفة خفافة، مش هقدر اقول لكم، مع كوباية قهوة كده بعد الفطار حاجة حلوة جدا. يا سلام بقى لو عندك ضيوف وعملت لهم حاجة زي كده هتبهريهم بيها. وتنفع طبعا عند السحور، ممكن برضو مع كوباية لبن ساقع أو كوباية شاي بلبن هتسد معانا. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتنا اتعملت ازاي. عندي 3 حبات من البيض يا جماعة وكوباية ونص من السكر. شفتوا بقى السهولة؟ وكله في بوله واحده زي ما انتوا شايفين كده، لا هنكركب ولا نقعد نحمر طول الليل ولا نقعد نسقسق مش عارفه ايه والكلام الفارغ اللي بيتعمل ده. انا مش عاجبني الحاجه اللي تفاصيلها كتير. احنا عايزين نوفر يا جماعه اليومين دول. عندي بقى رشه كده من بشر البرتقال، ده طبعا عشان ريحه البيض. هندوب بقى السكر مع البيض، هنضربه كده من المضرب لغايه ما السكر يدوب معايا، واحط معلقه كبيره من الخل برضو علشان ريحه البيض وعلشان يديني هشاشه في القوام بتاعي. هقعد اضرب بقى من المضرب كده كده تمام. هركن بقى البوله بتاعتي على جنب وهجيب معايا هنا 3 معالق من النشا. لغايه دلوقتي ما قلتش اي مكون غريب، كله موجود في مطبخنا. وكيس بيكنج باودر، و4 كوبايات من الدقيق. وكوبايه يا جماعه اللي انا استعملتها في الدقيق هي اللي هستعملها في السكر، هي اللي هستعملها في كل حاجه. في كل مكون بحطه 4 كوبايات من الدقيق. احطهم في المنخل بتاعي بالشكل ده وهركنهم على جنب. وارجع اجيب البوله بتاعتي تاني، احط ربع كوبايه من الزيت، عليها معلقه كبيره زبده بلدي. تقدروا طبعا تحطوا نص كوبايه من الزيت، لكن انا حبيت اطعم كده الكيك بتاعي واخلي الزبده البلدي كده تبقى فايحه فيها وهي بتتخبز ويبقى طعمها حلو. يبقى ربع كوبايه من الزيت عليها معلقه من الزبده. هدوب الكلام ده كويس جدا. وتعالوا بقى نشوف حطينا ايه. انا ما حطيتش لبن يا جماعه، انا حطيت لبن رايب. طبعا تقدري ترايبي اللبن، يعني تجيبيه تحطيه في التلاجة بره، ما تغلوش وتسيبيه يروب مع نفسه، او مثلا تغليه وتسيبيه برضو يروب مع نفسه، او تحطي معلقة خل على اللبن هيروب معاكي في ساعتها. انا كان عندي كوبايتين من الرايب طلعتهم من التلاجة وهعملهم في الوصفة بتاعتي. هدوب بقى الرايب بالشكل ده، وبقى كده المواد السايلة خلاص بقت جاهزة معايا. بس الكوبايتين الرايب هيقضوا ال4 كوبايات من الدقيق يا شيمو؟ لا طبعا. هقول لكم هنستعين بايه. طبعا بعد الله هنستعين بحاجة مش هتخطر على بالك، هتخلي معايا كيك هش وهيضاعف حجمه وهيبقى حلو جدا. هنخل بقى الدقيق مرة واتنين، يعني انا خلته قبل كده بنخله تاني قدامكم. هدوب بقى الدقيق كويس جدا في الخليط السائل بتاعي لغايه ما الدقيق يختفي معايا. هبص الاقي ان القوام بقى تقيل. بصوا المضرب بيقف معايا ازاي. عندي بقى البراد حطاه على النار، وهجيب ميه مغليه في نفس ذات الكوبايه اللي بعاير بيها طول الوقت معاكم طول الفيديو. هملاها ميه مغليه واحط منها لغايه ما اشوف القوام متجانس معايا. انا هنا احتجت كوبايه الا ربع، يعني حطيت كوبايه الا ربع بقى القوام مظبوط. بصوا هوريكم اني فاضل ربع كوبايه ميه مغليه. حطوا ميه مغليه ما تقلقوش يا جماعه ابدا. عندي بقى صينيه هنا، المقاس اللي انتوا شايفينه ده 28. هدهنها كده بالزيت، وبعدين هجيب البلح بتاعنا بتاع الفطار يا جماعه اللي بنفطر عليه الطري. هفتحه كده واطلع منه النوى وافتحه واحطه على وشه وهرصه في الصينيه زي ما انتوا شايفينه كده. وهنزل عليه بالخليط. طبعا انا رشيت ايه رشيت ايه البلح. كنت برش ايه على البلح اقصد
كنت برش كده رشه سكر علشان عايزه البلح معايا يتكرمل وفي يعني النتيجه في الاخر زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده البلح هيبقى متكرمل. انا عايزه اقول لكم البيت كله اتجمع على الكيكه دي بعد الفطار، رغم ان احنا فطرين كويس جدا، الكل اتجمع ورايا وعايزين يشوفوني انا عامله ايه. كله بقى يخبط على الصينيه، واول ما طلعتها كده وشافوها مش قادره اقول لكم اصلا ريحتها عامله ازاي، لان اللبن الرايب مع الزبده البلدي يعني مع كمان مع التمر حاجه يا جماعه والله العظيم في غايه الحلاوه. لو اقول لكم كلهم ما شاء الله ملمومين حواليا وكله بقى يقول لي يلا قطعيه وهاتلنا، انا بس بصور لكم القطعه الاولانيه دي والله العظيم اتخطفت من على الطبق. بصوا الكيك زي الريشه، خفيف وطعمه خيال، والطبقه اللي فوق المتكرمله بالبلح بالسكر ديت مش قادره اقول لكم عامله ازاي. حلوه جدا وشيك جدا لو هتقدميها قدام ضيوف، او حتى هتاكليها كده انتي وولادك هتبقوا مبسوطين جدا مع كوبايه بقى قهوه، كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي ساده، اي حاجه. بصوا كل ما اقطع حته ما شاء الله بتختفي، هتختفي وانا بصور.